السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. فيديو النهاردة يا جماعة فيديو حصري. ليه؟ لان في ناس كتير ما بتعرفش تقطع البطاطس للزراعة. عن نفسي انا ما كنتش اعرف اقطعها، بس في ناس جم قالوا لنا وعرفونا احنا بنقطعها ازاي. فانا قلت نستفاد كلنا من بعض، واقول لكم ايه هي البطاطس بتاعة الزراعة، اللي هي البطاطس اللي بتبقى يعني بتنزرع في الشتوي وفي الشتاء وتطلع في الصيف. تمام. البطاطس دي بتبقى انواع كتيره جدا، منها السبونطه ومنها الكاره زي ما حضراتكم شايفين. احنا دلوقتي طبعا احنا ما لقيناش كاره سبونطه، ان احنا بنحب السبونطه جدا اللي هي الطويله البيضه ديت، بس للاسف ما لقيناهاش السنه دي، فجبنا نوعيه كاره بيقولوا كويسه، ان شاء الله تبقى كويسه. شايفين ما شاء الله ولا قوه الا بالله. بنمسك البطاطسايه كده ونكون الاضاءه تكون عاليه شويه، ونمسك نشوف اللي هي المناطق اللي فيها ديت، اللي هي مناطق اللي هي بتبقى الإنبات أو بسم الله الرحمن الرحيم، المناطق الحمراء اللي فيها ديت اللي هي بتبقى بتنبت منها. فبنمسك البطاطسية من الوسط كده، نقسمها نصين اتنين، شايفين، وندور على النقط ديت. نحاول نقطع منها، شايفين ما شاء الله، بحيث ان كل قطعة تكون فيها المكان اللي هو فيه اللي هو هيبقى فيه انبات ده. تمام. ما نهدرش البطاطسية على الفاضي. نشوف المناطق اللي هي فيها انبات ونقطعها بشويش بالراحة كده زي ما حضراتكم شايفين. شايفين ما شاء الله. ادي البطاطسية قدامنا اهي، قطعناها نصين اتنين. المكان اللي هو الاحمر اللي فيها ده، هو ده مكان اللي بيبقى فيه مكان الانبات. شايفين ما شاء الله. يا رب الفيديو بتاعنا النهارده يكون عجبكم، ولو استفدتوا منه اي استفاده اتمنى تعملوا لايك وتدعموا بالشير وتفعلوا زر الجرس عشان الكل يستفاد باذن الله. يا رب يا رب اكون عند حسن ظنكم، وكل عام وانتم بخير يا رب. شايفين ما شاء الله. انا بحاول دلوقتي في الفيديو ان اوريكم القطعه اللي بيبقى في اللي هي بتبقى بتاعه البطاطس. شايفين ما شاء الله. وطبعا بفرشها كده جنبنا عشان ما تعرقش على بعضها لحد ما تنزرع. شايفين. يعني المختصر المفيد، بنمسك البطاطساية كده ونقطعها بحيث ان كل جزء يكون فيه مكان للإنبات، اللي هو المكان الأحمر الصغير ده. شايفين. بالطريقة دي كده. زي ما حضراتكم شو واضح. يا رب أكون عند حسن ظنكم، واشوفكم على خير فيديو قادم إن شاء الله. سلام.